السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معانا مطبخ جديد يا جماعة وفيديو جديد. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا إن شاء الله نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ معانا الفيديو بتاعنا النهاردة. ده شكل المطبخ من الخارج، بار ما انتم شايفين هنا. نخش المطبخ من الداخل. عشان نبدأ من عند المطبخية نبدأ من عند النيش زي ما انتم شايفين هنا. البار ضلفة نيش. طبعا المطبخ بتاعنا مكوناته كلادن سيلفر، مقبض بلت ان، الالمونتان داخلي الهيكل، الشاسيه اسود، فايبر دبل جلاس. ده قطعه فوق التلاجة، عمقها كبير طبعا. معانا دولاب المقشات، فصلة سوفت كلوز. هنا فرش عشان يمنع اي حاجة تخش داخل المطبخ. كورنيشة زي ما انتم شايفين بارزة، كل كورنيشة بارزة. هنا في خلع في العمود، عملنا خلع في العمود. تربو البصل، 3 تربو. بطاطس، فتحة ده سيبناها للصواني، مخصصة للصواني. هنا عملنا الكورنيشة رابطة من على اليمين وعلى الشمال، فتحنا فتحة للشفاط. ضلفة يمين البوتاجاز. تلات ادراج. هنا درج كبير، عمق كبير. هنا عملنا بارزة عشان تمشي مع البوتاجاز يمين وشمال، لكن دخلنا تاني هنا عشان خاطر نوسع للركنة، تبقى مجالها تبقى فتحة واسعة. برضك استغلينا المنطقة اللي فوق العمود، تحت العمود اهي برف. هنا عملنا بقى ايه فوق العمود ارفف بإزاز، 2 قلاب. معانا ركنة فوق وركنة تحت. زي ما انتم شايفين الركنة عمقها كبير، واخدة حاجات كتير. هذا الفطين. هنا معانا شنطة شوك ومعالق، تحط فيها الشوك والمعالق زي ما انتم شايفين. معانا المطبقية، مطبقية ستانلس. ضلفة في بداية المطبخ كده عاملة زي النيش بأرفف، حبينا نقفلها بإزاز أفضل. معانا ضلفتين تحت الحوض، الأنبوبة، زبالة، ده كده شكل مطبخنا يا جماعة النهاردة.
ربنا يتمم على العرسان بخير ويسعدهم ويرزقهم بالذريه الصالحه ان شاء الله. معانا بردك الكورنيش زي ما انتم شايفين اهي بارزه ماشيه مع المطبخ كامل زي ما انتم شايفين. ده كده بالنسبه لمطبخنا، يا رب ينول اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.